إزاي لو بتعمل مليون نخليك تعمل 2 و3 مليون؟ ده سر هقوله لك. لو انت براند اونر مش هتسمعه من حد غيري، وبكل بساطه هو الاس ام اس ماركتنج. يعني ايه الاس ام اس ماركتنج؟ يعني لو افترضنا ان انت عندك عدد من العملاء اللي اشتروا منك قبل كده، دخلت عملت سيلكت لكل العملاء دي وبعت لهم اس ام اس على رقم تليفونهم، بتقول لهم على اوفر معين، بتستخدم الموضوع ده بقى سواء في البلاك فرايداي او في اي مناسبه معينه، وبتدي خصم للعملاء دول وبتقول لهم ان الخصم ده خاص بيهم هم علشان اشتروا منك قبل كده، صدقني هتضاعف مبيعاتك بشكل رهيب. لو انت عامل اوتوميشن بان اي حد دخل على الويب سايت عندك وكتب رقم تليفونه في صفحه التشيك اوت بس ما اشتراش وخرج، سواء بقى جات له رساله، جات له مكالمه، طلع وما خدش قرار الشراء دلوقتي، بعدها على طول بعت له اس ام اس بتقول له كمل الطلب بتاعك او كمل الشراء بتاعك وخد خصم 25% او حتى خصم 10%، انت هتشجعه بنسبه 100% انه يكمبليت الاوردر اللي هو اصلا كان بيشتريه. فالاس ام اس ماركتنج حاجه قويه جدا جدا، خصوصا عندنا في مصر، وبتزود المبيعات بشكل رهيب. وكل ده انت ما بتخشش تعمله واحد واحد وتبعت لعميل عميل، كل ده بيبقى اوتوميتد وكله اوتوماتيك بيتبعت على طول، وانت مبيعاتك بتزيد وانت قاعد. يعني هتبني الورك فلو مره، او هتبني الاي اي اوتوميشن بتاعك مره، ومبيعاتك هتزيد بعد كده. ولو عاوز تعرف ازاي تبني الورك فلو ده، ممكن تكلمنا نعمل لك الموضوع ده بنفسنا، او حتى تتعلم من على يوتيوب ازاي تعمل اي اي اوتوميشن وتستخدم فيه الاس ام اس ماركتنج، لانه واحده من اهم الحاجات اللي هتخلي مبيعاتك تزيد 2 اكس و3 اكس. ولو عاوز تعرف معلومات اكتر زي دي وتزود مبيعاتك لو انت براند اونر، اعمل لي فولو واعمل سيف لي الفيديو ده علشان تنفذ الفكره دي للبراند بتاعك.